السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة معانا كده فيديو جديد برضو من ضمن الفيديوهات. النهاردة اللحمة اللي معايا دي لحمة ضاني، لحمة الضاني اللي هي لحمة الخروف. الخروف الضاني يعني. عندي اللحمة بحطها برضو بشوية زيت صغيرين خالص، وببتدي أشوح فيها كويس قوي في شوية الزيت، وبنزل عليها بشوية فلفل أسود، عندي ورق لورا، عندي لو شوية حبهان، عندي قرفة. المهم التوابل اللي أنا بحطها ديت. وبصوا معايا بشوح اللحمة على قد ما أقدر، شوية حلوين قوي كده، لان اللحمه الضاني بيبقى فيها ريحه كده مش كل الناس بتحبها، يعني هي مميزه بيها، مش ريحه وحشه، بس ريحه اللحمه الضاني ريحه بتبقى مميزه بتاعت اللحمه الضاني يعني. فالمهم بعد ما اللحمه اتشوحت كويس قوي قوي قوي، بنزل عليها بقى بميه سخنه معايا زي ما انتوا شايفين. بحاول اكتر معايا الميه السخنه لان انا هحتاج الشوربه معايا، هعمل محشي النهارده. طبعا انتوا عارفين ان احنا ان شاء الله مسافرين، فالسفر قرب، فعايزة اعمل كل حاجة حلوة لابو علي، لان ان شاء الله هنغيب عنه شهر. فيعني يبقى شبعان من كل الاكل بقى، يبقى كل الاكل كده داقه قبل ان شاء الله ما اسافر بالسلامة واسيبه. يعني برضو هيبقى ايه، الاكل هو اللي هيبقى يعمله، فهيبقى حاجات بسيطة يعني. فبحاول اعوضه بقى باكل ايه قبل ما امشي يعني. شوية زيت حلوين كده زي ما اتعودتوا معايا، وبصلة كبيرة او بصلتين كبار كده، وبحاول احمرهم زي ما انتوا شايفين. انا بحب احمرهم شوية، بيخلوا طعم التسبيكة بتاعة المحشي بتبقى حلوة. ضربة شفشق طماطم حلو كده مليان على الاخر، شوية فلفل اسود، دي الخلطة اللي انا عملتها معاكم، والكزبرة على الشطة على الكمون، وشوية كمون حلوين. وقلنا الفلفل الاسود وملح ومعلقه سكر ما تنسوهاش، لان اغلب الاوقات انا بنساها وبحطها في نص الفيديو فما بتظهرش معاكم. المهم ما تنسوش معلقه السكر على الطماطم عشان الحموضه. وهسلق هنا الورق معايا زي ما انتوا شايفين، ورق الكرنب بفصصه، انا فصصته معاكم قبل كده في فيديوهات كتير. بحاول افكه من بعضه كده، وبحطه الميه بتبقى بتغلي التقليبه والتانية، وخلاص بطلعه. الورق انا ما بغليهوش كتير، ما بياخدش معايا تقريبا دقيقة على كل جنب في المية دي. انا حاطة فيها كمون عشان ايه ما يبقاش فيه انتفاخات من اللي انتوا عارفينه. الكرنب ده قلب الكرنب انا بنزل معاه كله بالحجم كله مرة واحدة كده. بعد ما نزلت بيه معايا ببتدي اقلبه على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين، وبسحب بقى ورقة ورقة كده معايا، بيطلع معايا واحدة واحدة. واللي بيبقى باقي جوه في القلب برضو عبال ما بطلع بيكون ايه، خد من الحرارة، ويكون هو كمان اتسلق معايا. وبطلع من الحلة وبحط على الصينية جنبي، وبفرده، وما احطوش فوق بعضه عشان ما يتهريش جامد. انا بحطه فوق بعضه وارجع بسرعة افرده. بقطع العنقود اللي فوق او الحتة التخينة اللي فوق كده، وبقطع الورق على ايدي زي ما انتوا شايفين كده بسرعة، فبينجز معايا. وده الورق القلب بتاعه. وكده بطلع وارجع احط هنا معايا الطماطم او الصلصة اتسبكت. ببقى غسلت الرز وبنزل بالرز جوه الصلصة. انا على قد ما اقدر بحب الصلصة تبقى حمرة معايا، والخضار بيبقى كتير بيخلي المحشي حلو قوي. واهم حاجة الشطة في المحشي، الكزبرة، الكمون، الحاجات دي بتدي المحشي طعمه حلو. عندي بقى كمية خضار حلوة كده كبيرة، مقطعاها طبعا، غسلها كويس قوي ومنضفاها، وبقطعها واحطها على الرز. وبقلب. طبعا انا هنا طفيت على النار، ما بحطش الخضار الا والنار مطفية. بعد ما بتتشرب كل السوائل اللي في الرز بنزل بالخضار والنار مطفية معايا. بقلب بقى كويس بحيث ان كل حتة يبقى الخضار دخل فيها. طبعا اللحمة بحط عليها المية وما بحطش عليها الملح. لا، الملح في اللحمة دخلت في السوا، فدلوقتي بحط الملح معايا زي ما انتوا شايفين. بدأت اشوف الايه، اللحمة بدأت تخلع من العظم شوية، فبدأت احط الملح. هنا كده بقطع معايا الكرنب،
بكمل الكمية. هنا اللي عندي في الطبق ده العنقود اللي انا بقطعه من فوق، او الحتة العرق مش العنقود، العرق انا اسفة، اللي بيتقطع من فوق دوت بقطعه حتت صغيرة خالص وبحطه في طبق، لان بحطه في قعر الحلة. غالبا يعني في اغلب الاوقات المحشي بيشيط معانا، فالعروق دي من تحت بتحمي المحشي وبتحمي اخر رصة من تحت انها ما تتحرقش، يعني لو لا قدر الله اتحرقت معانا. قعدت هنا برضو كالعادة كده وبدأت احشي المحشي معايا زي ما انتوا شايفين. بعمله رصات كده، رصة مرة بالعرض وارجع اجيب الرصة التانية بالطول. ده حلو، بيساعد ان الشوربة تدخل كويس بين المحشي. تاني حاجة بيخليني لما اقلبه بينزل رصات ورا بعض، ما بينزلش كله لازق في بعضه كده. حشيت تقريبا اهو نص الحلة وبدأت اخلص كده خلاص. في اخر تقريبا بقيلي صف واحد في الاخر، وهقوم كده الشوربة تقريبا جهزت معايا. هسقي بقى المحشي واحطه على النار. بظبط الحدق الشوربة قبل ما احطها على المحشي، لازم الحدق بتاعها يبقى مظبوط قبل ما ابدأ ان انا اسقي المحشي. يعني باخد بقى بكوباية، باخد بسلطانية، باخد بطبق، المهم اللي عندي كده بشيل بيه وبحشي بسقي المحشي. المية او الشوربة ما بتغطيش اخر رصة في المحشي، لازم اخر رصة تبقى باينة. انا هنا بشيل الحبهان من على الوش كده عشان ما يجيش في بق حد فيضايقه يعني. بصوا بهز كده عشان الشوربة تنزل واتأكد ان كله دخل في الشوربة. شايفين بقى كده تمام، اخر رصة باينة، المية او الشوربة مش مغطياها. هحط المحشي على عين عالية في الاول، مثلا ربع ساعة كده يغلي كويس واتأكد ان هو خلاص بدأ يتشرب، بوطي عليه وبسيبه بقى يستوي براحته. هنا انا قلت هحشي حلة تانية معايا لتاني يوم، لان كنت ناوية ان هخرج تاني يوم يعني، فقلت اعمل حلة المحشي دي هتنفعني اعملها لهم بسرعة لما اجي، او المهم لو اتزنقت فيها يعني اعملها لهم. هنا كده خلاص اللحمة استوت معايا، بدأت اطلعها بقى من الحلة. انتوا عارفين طبعا اللحم الخرفان ده بيبقى سمين شوية وفي دهنة كتير. فالمهم بدأت اطلع كده اللحمة معايا عشان هم قالوا لي عايزينها متحمرة. وكعادة كل البيوت يعني اغلب البيوت الولاد اللي فيها الصغيرين ما بيحبوش ياكلوا اللحمة دي، بيحبوا اللحمة سواء كانت ضاني او لحمة. شايفين الحتت الصغيرة دي لحمة عجالي اللي هي العادية خالص بتاعت البيت. انا كنت حطاها عشان الولاد ما بيحبوش اللحمة الضاني معايا، يعني اللي هي بتاعت اللي فيها عظم دي. عندي برضو محمود ما بيحبهاش، فانا حطيت له لحمة بلدي صغيرة، مش بلدي، اللي هي اسمها عجالي. وزي ما انتوا شايفين كده هي اللحمة معايا اتحمرت. هطلعها بقى وارش عليها. انا بحمرها جامد لان هما يعني مش ما بيحبوهاش، مش حابينها، فانا حبيت انشفها قوي يعني. المهم وطلعتها. برش عليها طبعا شوية فلفل اسود كده معايا اهو، ابو علي بيرش عليها شوية فلفل اسود، بيبقى طعمها حلو بقى بالفلفل الاسود ده، بيديها طعم حلو يعني. هنا خلاص بقى بدأت اغرف كده. طبعا بترجي الحلة كده او بتهزيها هزة حلوة كده عشان تطلع المحشي. بصوا انا معرفش في كل حاجة بقت بتتقلب مني اليومين دول، مرة العدس ومرة المكرونة ومرة المحشي. المهم اديني مسلكة يعني. فبغرف بقى بالراحة كده على قد ما اقدر. معرفش اللي خلاني اغرف على البوتاجاز اصلا، ما كنت خدت على الرخامة وريحت نفسي. الطباق بتبقى صغيرة والبوتاجاز اتبهدل، بس معلش يعني انا كده كده بغسله وكده كده بيتوسخ تاني، فما فيش فايدة يعني. بغرف لهم بقى شوربة كده. المهم وخلصنا اكل. قلت برضو من ضمن الحاجات، هو النهاردة الفيديو برعاية ابو علي يعني. قلت برضو قبل ما امشي اعمل الكيكة اللي هو بيحبها، وبيحب كيكة الذرة قوي. انا عملتها برضو معاكم كتير قبل كده، بس اهو من ضمن الفيديو اليوم ده كان يومي يعني كامل، فقلت اوريكم. طبعا بيضتين، شوية فانيليا، كوبايتين لبن، كوباية ونص سكر او كوبايتين الا ربع، ده حسب الرغبة السكر طبعا.
ومع الفانيليا زي ما قلت لكم شويه خل، وبضربهم في الخلاط كويس قوي. كوبايتين من الدقيق الاصفر معايا اللي هو دقيق الذره ده. ناس كتير سالتني عليه يا جماعه، ده انا بجيبه من اي سوبر ماركت كبير. يعني دقيق الذره، وليه اصفر؟ في منه اصفر وفي ابيض. يعني دقيق الذره في منه نوعين، في نوع اصفر بيجي لونه اصفر، وفي نوع ابيض. انا بجيب الاصفر بيدي لون حلو كده للكيكه يعني. فالمهم كوبايتين دقيق اصفر، وكوبايتين دقيق ابيض اللي هو الدقيق العادي، ودقيق الاصفر اللي هو دقيق الذره. بحط هنا كيس بيكنج باودر عليه، وهنا بحط شويه كربوناتو او بيكربونات الصوديوم، وهنا شويه ملح صغيرين دول بتوع اي كيكه. هنا طبعا انا ضربه البتاع كويس، شوف لدرجه ان هو عمل رغوه كده على الوش. كل ما ضربتيه كويس كل ما كان احسن معاكي. ضربته طبعا كويس، وبضرب الكيكه بقى كويس قوي بالمضرب بايدي. انا حسيت ان هي خفيفه شويه، حطيت معلقتين 2 دقيق. لما بزود دقيق بزوده بالمعلقه، ولو هي تقيله وبزود لبن بزوده بالمعلقه برضو. هنا انا كنت مجهزه الصينيه معاكم، كنت حاطه شويه زيت في الاول ودهنتها كده بالمعلقه، وبعدين حطيت عليها شويه دقيق وبرشه فيها كويس. حطيت بقى الدقيق في الصينيه. هنا الولاد بقى انا كنت مشيت وهم خرجوها من الفرن ولعند ما بردت. كان عندي مشوار تقريبا، او كان اخواتي عند بابا يعني، ورحت اقعد معاهم شويه، وسبت لهم بقى الكيكه. انا كنت طفيت عليها قبل ما امشي بسرعه يعني، وهم خرجوها وقالوا لي ايه احنا هنصور يعني. فطلعوها بقى، بصوا زي ما انتوا شايفين بيقطعوا اهم. يا سلام. بقول لكم حطوا لايك للفيديو لو عجبكم طبعا. وبدأوا هما بقى يقطعوا الكيكة. محمود بيقطع، وعلي يا دوبه بيبص بعينه. عملوا طبعا كوبايتين شاي، كل واحد بيعمل حاجة، معرفش عمالين يقلبوا في المية ليه كده، المهم يعني. عملوا بقى كوبايتين شاي وقالوا احنا هنقطع الكيكة وهنظبط نفسنا ونقعد بقى ايه نروق يعني. ادي كوبايتين الشاي. الحمد لله ان هم مسحوا مكانهم ونضفوا، ما سابوش بايظ. وبدأوا يطلعوا بقى ايه كيكة ليهم يعني. يا سلام، بيوروكوا الكيكة كمان. هما بيعملوا زي ما انا بعمل، فبيوروكوا الكيكة شكلها ايه يعني. مستعجل بهدلوها حتى هما بيقطعوها، بس يلا مش مشكلة، ألف هنا وعافية. شوفوا بقى علي ومحمود، وادي بقى كمان بيصوروا لي يعني كده، الناس بتصور لي بالبطيء كمان بيوروني هم عملوا ايه. وادي الكيكة بجد طعمها حلو، اكيد اللي شافها معايا في فيديوهات كتير قبل كده. معلش بقى سامحوني، الايام اللي جايه دي هيبقى اغلب الاكلات متكرره، لا عشان عيون ابو علي، عشان خاطر نعمل له كل حاجه بقى قبل ما نمشي، عشان خاطر ايه ما يزعلش مننا بقى، احنا مش ناقصين. فالمهم ادي الكيكه، وده الفيديو بقى بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه في اي حاجه. بتمنى اللي عجبه الفيديو يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. وان شاء الله انتظروا بقى الفيديوهات اللي جايه، ان شاء الله تكون حلوه وتعجبكم باذن الله. ومع السلامه.